مرحبا معكم هنا قصة عطر. اليوم راح أحكي لكم عن 4 عطور مختلفة من استي لودر. هذا وهذه حكيت عليهم قبل، بس كان اكو غلط بالموضوع لأنه أنا عبالي هم نفسهم. طلع من سويت بحث والسيرش طلع لا، كل واحد مكوناته شكل، وكل واحد إنه هذا طلع إنه خلاص بعد ما ينتجون من عنده، بس هذا خلاص يعني هو هذا اللي ما أعرف إيش. استغفر الله العظيم يا رب، لا إله إلا الله. مرحبا معكم هنا قصة عطر. اليوم جايبت لكم أجمل عطور من استي لودر. راح أحكيكم اليوم عن هذه العطور الأربعة اللي هي انتويشن، وأحكيكم عن بيوتيفول، وأحكي لكم عن يوث ديو، وأحكي لكم عن آخر واحد اللي هو انتويشن بس الطبعة القديمة مالته العطر. طبعا تعرفون كلكم انه انتويشن هو هذا عطري المفضل بين كل عطور، مع العلم انه سعره مو غالي وكلش احبه يعني اني، وصار فتره طويله هذا وياه، يعني هذا عطري المفضل. من يخلص لازم اكو، مو من يخلص لا، قبل ما يخلص اني كل ما يسوون عليه عرض خاص راسا اجيب 2 أو 3 من عنده، على مود يبقى عندي، اخاف لي يعني يخلص من الحياة بعد ما ينتجوا من عنده، يعني كلش راح افتقد هذا العطر اذا خلاص. اوكي حبايب، اليوم راح احكي اول شي راح احكي لكم عن هذا العطر. هو انتويشن بس القديم هياته، هذا انتويشن مكتوب. اوكي، هياته هيك يصير. هذا العطر حمضي زهري عنبري زهور بيضاء خشبي وفانيلا. راح ارش من عنده. طبعا هذا قديم، يعني ما الطبقة مالته قديمة بس قد ريحته قوية، يعني مقدمة العطر بعدها باقية مثل ما هي نهائيا ما متغيرة. هي احكي عنه، راح اخلي من نص هذا العطر على ما تعرفون انا دا احكي عن هذا الانتويشن. هذا العطر واو واو واو، ريحته جدا جدا قوية. هذا العطر هو حمضي زهري عنبري زهور بيضاء خشبي وخشب تابلي ومنعش. خشبي وهم خشبي تابلي ومنعش. اوكي. هذا العطر هو مسك للنساء إصدار عام 2000. قام بتوقيع هذا العطر المصمم الرائع ألبرتو موريلاس، يعني ماي فيفورت هذا. مقدمة العطر هي جريب فروت ماندرين بارغموت برتقال والنوتات الخضراء. زين حبايب، عندنا احنا قلب العطر يتكون من الجاردينيا الفريزيا والورد. قاعدة العطر هي عنبر وأخشاب. طبعا العنبر والأخشاب كلش واضح يعني بهذا العطر، قوية جدا ريحته، جدا جدا قوية ومنعشة جدا وفيري نايس. بس هذا العطر تطغى عليه الأخشاب أكثر من هذا العطر. هذا العطر ورد أكثر من هذا، يعني هذا بيه زهور بيضاء عشبي عنبري تابلي، بس هذا اللي أكثر الزهور تطغي عليه. لو قارنته منه الأحب أكثر، أكيد أنا أحب هذا أكثر من هذا. أوكي، لأنه هذا يعني مو بس أخف، لا، لأنه ما أعرف، حسيت إنه الأشياء الصدق طيبة وتجذب الأنف يعني موجودة بهذا العطر بشكل مركز أكثر من هذا. أوكي، بس رهيب هذا العطر كلش طيب. زين، كملنا من هذا العطر. هسه راح نحكي عن هذا العطر اللي هو انتويشن الماي فيفورت، هذا المفضل بحياتي. هذا كله انتويشن نفسه مكتوب هو، بس هذا بالاسود مكتوب، ان شاء الله يكون مبين بس فاين. هذه العلبة مالته راح اشوفكم اياها هياتها، هيك تصير، هيك تصير العلبة مالته. وهذا كله هيجي يعني مثل عميدة صاير، مو صافي. وهذا هيك صاير مكتوب انتويشن هياته. اوكي، سيلودر. هذا العطر او العلبة مالت العطر مكتوب جواها، راح تشوفون هيك شيء، هيك مثل ابواب يصير وبعدين ينفتح هيك هاي الطريقة. راح احكيكم عن العطر ومكوناته بعدة لغات. اوكي، هسه كملنا من هذا العلبة مالته. هسه راح احكي لكم عنه. هذا حبيبي هذا العطر، خلي ارش منه حتى اعيش بالجو اثناء ما اني دا احكي عنه. واو واو واو، حتى اكو بنات عندي بالشغل لما يشتموا ريحته يقولون عادي
بس أنا عليه يختلف، حتى هم عليهم هم يختلف، لأنه يعني أحسه جاي هيك ويا بشرتي. الإضاءة ما أعرف، بس هذه لونهم غامق ترى، يعني خاصة هذا كلش غامق. أوكي، مبين هيك اللون فاهي. anyway هذا العطر خلينا حتى تعرفون دا أحكي عنه. هو حمضيات خشبي زهري عنبر زهور بيضاء تابلي منعش وناعم. هذا إصدار 2015، هذاك إصدار 2000. طبعا هو مقدمته هو البارغموت، نوتات خضراء يوسفي. قلب العطر هو الفريزيا والجاردينيا الورد، وقاعدة العطر هي العنبر والأخشاب النادرة. يعني هو حمضي وطاغية عليه شوية الورد، يعني تحسون الورد الزهور البيضاء كلش يعني ماخذة فد حيز من عنده. فانتوا لما تدخلوا، اول ما تدخلوا تحسون شنو سوري تحسون بالانتعاش، يعني هيك عبالك واحد هيك ياخذ نفس حلو، يعني مو اول ما ترشوا تحسون انه اكو كحول او فد شغلات هاي اللي يضيفوها للعطور يعني بمقدمة العطر حتى يثبت اكثر. لا، فد ريحة كلش طيبة، كأنه دا تمشون بمكان هو شارع بهوا طيب، وبنفس الوقت يعني أعشاب وأخشاب، وبنفس الوقت أكثر شي طاغي عليه هو الورد. كأنه دا تمشون بمكان مولات وحاطين بيها راشين هاي العطور الطيبة، أكو فد شي صابون على، يعني ما أقدر أوصف لكم بالضبط إلا تشتروا من هذا العطر وشوفوا. هذا العطر طبعا هو مو رخيص أبدا، بس أكو فترة تصير تخفيضات عليه فينزل أقل من نص السعر. بهاي المرحلة أنا راسل أشتري 2 3 على مود ما يخلص من عندي أبدا. من أجمل العطور، أنا أستخدمه صيف شتاء ربيع خريف، أي وقت أريد أستخدمه. اللي بالصيف شوية يصير نوعا ما ثقيل but still يعني تقدرون تستخدموه بالصيف ماكو مشكلة. بس مو صيف العراق أبدا ولا صيف استراليا، يعني صيف خلينا نقول أبو 25 درجة. كنت بماليزيا كنت أخلي من عنده، أبدا أبدا ما حبيته بماليزيا، لأنه ماليزيا جوها رطب، يعني هذا ما ينفع نهائيا للأجواء الآسيوية، إنه مطر ورطوبة ويا هذا العطر. لا، أغلب العطور أغلبها ويا المطر والرطوبة ما أعرف شنو يصير بالإنسان. يعني شلون أقول لكم، إحنا كنا بماليزيا باليوم يعني واحد لازم يسبح 4 مرات، فعلا لازم واحد يسبح 4 مرات، حتى لو فاتح التبريد، حتى لو ما يطلع من البيت ماكو، يعني خلال ساعة ساعتين ورا الاستحمام تحسون هيك الجسم قام يدبق، عبالك بيه حاطين مي وشكر يدبق الجسم من الرطوبة. فهذا العطر وكل العطر أنا لاحظت إنه بآسيا، يعني بالدول الآسيوية بدل ما تشتغل مع العلم الناس كوما تشتري عطور وتخبص نفسها وما أعرف شنو، بس أبدا ما يشتغل العطر إلا إذا مثلا تروحون للمول. المولات مالتهم حاطين في التبريد مالتهم في الطريقة إنه يتعامل ويا الرطوبة الموجودة بالجو. فشنو يصير انتم تحسون نفسكم ناشفين، حتى لو تبقون 6 7 ساعات هناك 8 ساعات الجسم ناشف، ماكو هاي الرطوبة بي، حتى لو يحتار شوية بس هاي الرطوبة والدبق ما موجودين بي، يعني هيك الجسم دبق يعني. بس يعني كنت أروح هناك يعني رأسا من البيت على السريع للسيارة للمول، رأسا من نطلع ما تقدرون تمشون بالشارع وهيك وتمطر عليكم وبعدين حارة ورطوبة يعني الأمور شوية مو تمام. فهذا أجواء هذه العطور أكثرها إنه إذا برد إذا صيف يكون البرد أو الصيف هو، والربيع وهاي الخريف وهاي السوالف، يعني كل المواسم يكون ناشفة يعني طبيعية. فهذا كلش حلو جو العراق أتخيل، وهنا مالي استراليا أو أي دولة ثانية، بس مو آسيا أكيد. أوكي حبايب، أنا أخذته بماليزيا وخليته عندي فترة، يعني شلون أقول لكم ظل ببركته، ما خلي عطور هناك، مجرد هذا الجودرن، لأنه أنا أعرف نفسي راح شوية أطب أسبح كل شوية. ف it's very beautiful بهاي الأجواء يعني. زين، راح أحكي لكم هسه عن احنا قلنا من المهم إلى الأهم. أنا عندي أهم واحد هذا، بس أنتوا راح إن شاء الله من أحكي وأكمل كلام راح beautiful هذا راح يكون عندكم نمبر 1 أكيد. راح أحكي لكم هسه عن يوث جيو. هذا
يوث. هذا طبعا للأسف أنا بسبب الفوضوية والإهمال كانت أكو هنا قرديلة هيك لونها ذهبي تجنن، يعني ذهبت مع التعزيل والشيلة من بيت البيت وهاي السوالف، يعني هاي من الخسائر الشيلات يعني أو التعزيلات أو هاي السوالف فراحت. يعني كل زين أنا لقيت مالته العلبة، هياتها العلبة مالته هيك تصير يوث جو. اوكي very nice. راح احكيكم هسه عنه بالتفصيل. طبعا هذا العطر راح تتفاجئون هذا من اقدم العطور اللي عندي موجودة في مجموعتي. تخيلوا هذا العطر هسه ويا نفسكم قولوا يا مواليد، هذا العطر تخيلوا سبعينات لا، ثمانينات لا زين. هذا العطر إصدار عام 1953 1953، يعني أقدم عطر موجود عندي. يتجنن هذا العطر، يعني مو مشتريته من 53، لا هو موجود هسه بالأسواق، أنا اشتريته يمكن قبل سنتين بس لا زال موجود. يعني من أجمل العطور وأكثر العطور ثباتا هو هذا العطر. يثبركم في بيرة. تعرفون شنو يثبركم في بيرة؟ يعني فعلا هاي العطور القديمة اللي لحد هسه انه شلون اقولكم، اذا واحد محتفظ بهاي العطور من عشرات السنين من القرن الماضي لحد هسه موجود بيها، اذا يرشها اكيد طبعا رايحة مقدمة العطر بس باقية يعني قلب العطر وقاعدة العطر اذا يعني حافظها بشكل يعني جيد او صحيح. احنا قلنا مكان مظلم، مكان دافي، يعني مو دافي، نقول خلينا نقول مكان مظلم ناشف ما بيه رطوبة نحفظ بيه العطر. فهو هذا من أجمل العطور. هذا أخذته أنا قبل سنتين ولا زال هسه موجود، راح نجربه وياكم. طبعا شوفوا حتى اللون مالته لونه غامق، هذا دليل إنه تركيز، يعني تشوفون العطر أغمق اللون هو أكثر تركيز مكوناته. يا حبيبي صدق يثبر ثبيرة. واو واو واو، ريحته كلش قوية، يعني قوية بشكل ما أعرف شلون أقولكم. يعني توابل وأخشاب، ورد ما تحسون أكو ورد أبدا بيه، بس هو يعني حتى كاتبين عليه المقدمة مالته هو عنبر وبلسم خشبي ناعم ترابي دارسين وجلود وحلو. هذا إنتاج 1953 مثل ما ذكرت لكم. ريحته ما إلى أي علاقة بالورد. طبعا راح يجيكم أكيد هسه الورد وراح تجيكم شغلات، بس اكو بيه فد فقرة كلش غريبة من ضمن مكوناته سأحكيكم عليها. طبعا هذا عطر شرقي حار للنساء، فعلا تحسون سبايس بيه. توابل الدهيات النرجس الخزامي البرتقال والبارغموت الخوخ والكوكا كولا. هذه أحد مكوناته الكوكا كولا. واو، خلي أرشش بعد من عنده، خلي أرد أختنق اليوم. واو 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 واو. طبعا أول ما ترشوه هالقد ما قوي تحسون عبالك دوا قوي، كلش قوي هذا. واو. هذا أكملكم يعني. قلب العطر هي رائحة التوابل والدارسين والقرنفل والورد الآيلينج الياسمين زنابق الوادي والقرفة الصينية والأوركيد. شوفوا كم مكون بيه. هاي العطور القديمة دائما يحطون بها هواية مكونات، حتى إذا هذا ما ثبت هذا يثبت، هذا ما ثبت هذا يثبت، وهكذا يعني. هسه عندنا قاعدة العطر هي شوفوا البخور والبلسم، بلسم تولو وبلسم بيرو طحلب السنديان، الباتشولي العنبر نجيل الهند الفانيلا والمسك. واو، حتى بخور بيه شتائي أبدا تخلون لا فصل الربيع ولا بفصل الخريف، يعني لا تتعبون نفسكم إذا أخذتوا من عند هذا العطر. هذا شتائي فقط، شتاء مستحيل، يعني إذا خليتوه بغير وقت راح تتبهذلون. كلش قوي ويظل يعطب يعني فترة كلش طويلة.
كملت لكم من هذا العطر الغريب العجيب والقديم بنفس الوقت. هسه راح احكي لكم عن ختامها مسك. راح احكي لكم عن بيوتيفول. هياته بيوتيفول. هذا بيوتيفول من استي لودر. طبعا كلهم من استي لودر. هياته اسمه بيوتيفول. هذا العطر كل ما اروح اشوفه دائما غالي. دائما غالي. يعني اريد اشوف يوم يسوون عليه تنزيلات تخفيضات ماكو. هذاك يوم بالصدفة مسوين عليه يمكن 20 دولار أقل، يعني شوية من سعره. فأنا كيفت، يعني يعتبر من أغلى عطور استي لودر بصراحة. هذا بيوتيفول. راح أشوفكم العلبة مالته شلون صايرة بهذا الشكل. هذه العلبة مالته هيك صايرة بيوتيفول. هيك صايرة استي لودر. أوكي زين. طبعا أخذت أني 30 مل، يعني ما أخذت هذه أكثر. أولا أرخص وأني أحس 30 مل أحسن. راح أقولكم ليش. طبعا إذا أنتم تحسبون على المل حاسبيكم إذا أكو شي مثلا 100 مل حاسبي أرخص من 50 مل، وال50 مل إذا تحسبوه يطلع أرخص من 30 مل. 30 مل دائما هو أكثر تركيز. ما أعرف ليش، يعني لأنه هو طبعا ما مستحيل يغلبون نفسهم، يخلون نفسهم بموقع أنه أحد غلبهم. حتى لو العطر ما بي ترى تخفيض، صدقوني. يعني أنه هاي الشغلات ماكو ما خفضوا سعره، وهذا هم ربحانين يعني بشكل. بس هم يعني على أنه ها اسمنا خفضنا من العطر. حتى بالملي يعني بالمل، حتى انه ال100 مل هو طبعا يطلع ارخص من ال50 مل اذا تحسبوه بالمل. ال50 مل يطلع ارخص من ال30. هو بده يشجعوكم. لما بده يشجعوكم هم ما خسرانين شيء. هم مفتحين شوية ضايفين مواد ارخص شوية من المواد الاغلى المركزة. دائما اشتروا. اذا تشوفون اي عطر تحبوه اخذوا 30 مل، ما عليكم لا تاخذون 100 مل. نصيحة من عندي. 30 يكون أكثر تركيز. صح بسرعة يخلص بس مركز أكثر. بدل ما ترشون 5 رشات راح ترشون 4 أو 3 رشات، يعني يطلع نفس الشيء تقريبا. طبعا هذا يعني تعرفون كم مكون بيه؟ 7000 مكون. هذا بيوتيفول. هذه بيوتيفول. راح أجربه وياكم. قمة. الفوحان قمة. واو يخبل. هذا العطر يجنن. يدخلكم بمود ومزاج يختلف تماما عن اللي انتو بيه. يعني خلص يعزلكم عن كل العطور الأخرى وكل العالم اللي انتو عايشين بيه. جدا جميل. واحدة من صديقاتي قالت انه زوجها هدالها هذا البيوتيفول. طبعا العلبة الكبيرة مو هيك صغيرونة. هدالها هذا بيوم زواجها. يعني هي تزوجوا سنة اعتقد 2000 أو 2005 هيك الشي. هذا العطر من يعني هذه النوتات العطرية مالته زهري، زهور بيضاء، أروماتيك، عشبي، زهور صفراء، وخشبي. خشبي حلو وناعم وحمضيات. هذا العطر زهري للنساء. إصدار 1985. هذا عطر 80. رهيب هذا العطر. افتتاحية العطر مثل ما أقولكم بالضبط. راح تشمون هذه العطور راح أقولكم عليها بالضبط تشموها. يعني هو عبارة عن ورد وزنابق، الكشمش الأسود، نوتات الفواكه فعلا، القرفة الصينية، الماندرين، اليوسفي، البارغموت، الليمون. قلب العطر هو يتكون من زهر القرنفل، مسك الروم، وزهر القطيفة والميموزا. زهر القطيفة والميموزا أول مرة أسمع بيهم. يمكن هو هذا سبب يعني تميز هذا العطر. الياسمين والنرجس والكاموميل. واو. الآيلينج، إبره الراعي، وزنابق الوادي، وزهر البرتقال حسبوا، والمغنوليا. الليلك، الفريزيا، والبنفسج أو الزهري، والميرامية، والنيرولي. هاي كلها قلب العطر. أما قاعدة العطر فتتكون من خشب الصندل، العنبر، نجيل الهند، والمسك، خشب الأرز، والفانيلا. واو. قامة شغلات بي مثل هذا بالضبط. هذا همين هواية يعني مكونات رهيبة. من أجمل العطور.
فعلا أزلني، يعني إيش قد هذا ريحته قوية خشبية، ما أعرف شنو هذا خشبي، كلهم قوية. حتى هذا العطر مالتي جن كلش خشبي، سوري كلش ورد، وريحته قوية ويعزلكم عن العالم اللي انتو بيه. بس هذا تم العزل عن العالم مباشرة. خلاص أني هسه مدى أشتم أي شي فقط هذا العطر. إيش قد رشيت من عندهم هذه، بس هذا فد أكو تميز خرافي، تميز مستحيل تلاقوه بأي عطر آخر، ما يشبه العطور الثانية. هو هذا العطور كلها هاي الأربعة أبد ما تشبه عطور أخرى. زين، عطور كلها تتشابه، حتى لو كانت عالمية فرنسية، شركة فرنسية مشهورة وشركة فرنسية مشهورة واثنيناتهم سووا عطور، هذا غالي وهذا غالي، راح تلاقون بالنهاية هذا العطر يشبه هذا العطر، يذكركم به رأسا، خلاص يشبهه، حتى ثباتيته حتى أداءه كله يشبه هذا العطر، الورد الموجود به إحساسه كله. إلا هذول الأربعة بصراحة أبدا ما يشابهون. إن شاء الله تكونون استمتعتوا بهذا الحلقة مالتي، وراح أقول لكم على فد شغلة. هم يسموني أني نوتي جيرل، يعني الفتاة الشقية. هذه شنو؟ بوس بيب. للأسف طلعت إنه أني عندي من هذا العطر، حتى ما فاتحته بعدني، هياته مسقايدد بوس بيب، وما حكيت لكم عنه هذاك اليوم، حرامات. خليه، هياته بوس بيب، كان موجود عندي ومع الأسف ما شفته. يعني أنا متأكدة إنه موجود، دورت عليه كأنه أنا عميت عنه، سبحان الله إنه ردت أحكي عنه، بس هو قبالي بس ما شفته. يعني دا أدور عليه هو نفسه، دا أقول بوس بيب هالكبرات الألبم يعني هذه الموجودة، وما شفتها بين الكل. أول ما كملت الفلوج يعني الفيديو وين أحسن دا أرتب العطور دا أرجعها، رأسا شفته قبالي، فكلش آسفة. الوقت ما أعتقد هسه يسعفني إنه أحكي عن هذا العطر، راح أحكي عليه إن شاء الله بالمرة الجاية، راح يكون أول عطر أتكلم عنه. أحبكم هواية، إذا عندكم عطور تريدون أحكي عنها بعد، ولو أنا محضرة هسه فلوج إن شاء الله راح أنزله بعد كم يوم أو باكر ما أعرف. ادعموا القناة، خلوها تنتعش مثل قبل، لأنه يعني الاشتراكات ما تشبه يعني اشتراك بالقناة ما يشبه وما له علاقة نهائيا بالمشاهدات. فأحبكم هواية، لايك شير سبسكرايب إذا حبيتوا الفيديو، وقولوا لي يعني آراءكم بالعطور، قولوا لي يعني أدائي شلون، إنه من دا أحكي عن عطور دا أضوجكم أو لا، شنو الأشياء اللي أقدر أشتغل عليها على مود يكون الفيديو أحلى. أحبكم هواية، مع السلامة.